السلام عليكم. جريمة العمر الضائع. إلا كنتي ضيعتي 3 سنين ديال عمرك وانت كتقول غدا غادي نبدا كمل معايا، إلا كنتي خايف توصل 40 عام وتندم على حياتك، ما تسكريتش الفيديو. اليوم غادي نحكي لك قصة يوسف. ماشي قصة، هذه جريمة درتيها انت بيديك وسميتها سرقة العمر. يوسف بحالك بالضبط، ولد عادي، باباه كان فخور به، جاب الباك 14. الجيران كاملين قالوا هذا غادي يولي طبيب. لكن يوسف عنده عيب واحد، موهبة وحدة، كيعرف يضيع الوقت مزيان في القهوة من الصباح للعشية، تليفون في اليد، غير فيديو واحد، غير نضحك شوية، غير ارتاح اليوم. باباه كل نهار كيسولو ولدي امتى غادي تسجل. يوسف كيضحك ويجاوب ابا غير نهار، العام الجاي نوجد راسي. بابا قال لي جملة وحدة عمره ما نساها، واللي الوقت ماشي تعوضه بالفلوس. الوقت إلا مشى. في هاد العام الاول يوسف ما تسجلش، صحابو مشاو الجامعة وبقى بوحدو في القهوة. من بعد شهرين بدا كيحس بشي حاجة خاوية، كيفيق مع 12 القهوة باردة، صحاب ما كاينينش، التليفون عيان، كيشوف من الشرجم د القهوة الدراري لابسين حوايج ديال القراية ضاحكين داخلين القسم. قلبو كيقول بصوت خافت كون غير انا معاهم، ولكن الكبرياء ديالو منعو. قال فات الفتح، شو ما نرجع نقرا مع الصغار. هنا يوسف دار اول سرقة في حياته، سرقة مستقبله وتهنى عليه. شحال من واحد كيقول غدا غادي نبدا، قلتوها في راسكم هذا الشهر انا غادي نقرا التعليقات ديالكم. داز العام الثاني، يوسف 20 عام، الواتساب ديالو ولا خاوي، ستاتو ديال الصحاب تبدل. واحد كاتب اليوم اول يوم ديال 16 في السبيطار، واحد حط تصويره بالبالطو الجديد الابيض كيكتب الحمد لله تخرجت مهندس. ويوسف ستاتو ديالو ماشي مشكل، رزق على الله، ولكن من الداخل ديالو النار كتاكل فيه. يخرج للقهوة، القهواجي يعرفوا اجي يوسف، القهوة ديال كديبة، ولكن نظرة القهواجي تبدلات من مرحبا بالدكتور ولا مسكين هاد الولد ضاع. اقصى حاجة في الدنيا ماشي الفقر، اقصى حاجة هي ملي كتشوف الشفقة في عيون الناس اللي كانوا كيحسدوك البارح. نهار جا باباه من الخدمة عرقانة، يا شد بيدي جلس حدا يوسف وقال لي بلا ما يشوف في عيني ولدي انا عمري ما طلبت منك الفلوس، عمري ما طلبت منك قصر، انا طلبت منك حاجة وحدة، ما تحشمش بيا قدام الناس. اليوم الجار ديالنا ولدو جاب ديبلوم، كلشي كيبارك ليه وانا ساكت حيت ما عندي ما نقول. يوسف ديك اللحظة فهم ماشي هو بوحدو اللي ضاع، باباه ضاع معاه. في ذاك الليل يوسف ما نعاش، مشى للسطح، شاف السما، قال فراسو صافي غدا غادي نمشي نتسجل في التكوين، غادي نبدا حرفة، غادي نعوض. ولكن شيطان الوقت همس لي يوسف راك عيان، نعس واليوم نعس اليوم وغدا عندك النهار كامل. يوسف سمع الشيطان ونعس، وهذه كانت السرقة الثانية، سرقة الكرامة ديالو. يوسف فاق الصباح مع 10 الصباح، قال اليوم نبدا، ولكن القهوة عيطولي اجي نلعبو الطرانج. قال غير ساعة ونمشي، ساعة ولا 3 السوايع. صافي اليوم عيان. هكذا داز العام الثالث والرابع والخامس، يوسف ولا عنده 24 عام، بلا حرفة بلا ديبلوم. صحاب ديالو ولاو كيشريو طوموبيلات، كيتزوجو، كيبنيو الديور، هو مازال كينعس حدا باباه وكياكل من يد امه. 3 سنين ماشي قليلة خوتي، 3 سنين 1095 يوم، 10,095 يوم. آه
10 فرصة مشات. قال من غدا والغدا، شحال مرة قال غدا والغد ما جاش، عمرو ما غيجي. نهار وقف يوسف قدام المراية، شاف راسو مزيان، الشعر بدا كيطيح، الكرش بدات كتخرج، العينين عامرين كسل. ضحك ضحكة مرة وقال لا هو يوسف، يوسف ديال 18 عام اللي كانوا كيقولوا عليه دكتور. المراية ما جاوباتوش، المراية غير وراتو الحقيقة، انت ماشي ضحية الوقت، انت اللي قتلتي الوقت ديالك بيديك. في ديك اللحظة يوسف بدا كيبكي، ولكن الدموع نشفو حيت بكى بزاف السنين اللي فاتوا. باباه ملي شافو وصل 24 عام بقى ضايع، جمع قوته كاملة ومشى عند مول الحانوت، قال لي عطيني محل صغير نكريه لولدي يبيع ويشري. ماشي حيت بغاه يولي غني، بغا غير يفيق من النعاس. جا لعند يوسف الدموع في عينيه، عطاه المفتاح وقال ليه ولدي هذه اخر فرصة، الا ضيعتي هذه سامحني، ما بقى عندي حتى حاجة نعطيك. يوسف شد المفاتيح ويديه كيترعد، وماشي ديال الفرحة، ديال الخوف، خاف ينجح وخاف يفشل وخاف من المسؤولية. سؤال قاصح، الا عطاك باك شي فرصة اخيرة دابا، واش غادي تشدها بيديك وسنانك ولا غادي تقول نتفكر ونرد عليكم؟ خويا شفتي، خويا واش تقدر تضيع الفرصة كيما ضيعها يوسف؟ والمحال فين غادي نعرفو واش ضيع الفرصة حتى الأخيرة ولا فاق؟ يوسف حل محل صغير مع 8 ديال الصباح، ريحة الغربة والبلاصة مسدودة سنين. وقف مروان الكونطوار ويديه في جيبو، الناس كيدوزو حداه، واحد كيقول لصاحبو شكون هذا، ولد مول الحانوت؟ واحد اخر كيضحك وكيقول ليه هذا يوسف ديال القهوة، جي حل محل غير سدو دابا. يوسف سمعهم ولكن دار راسو ما سمعش، نزلش شد التليفون غير نشوفو ستاتيو نخدم. فجأة دخل واحد السيد كبير، شاف المحل خاوي، قال ولدي عندك السكر؟ يوسف تخلع وقفز، كاين عمي. سيد شرا وخلص ومشى، ويوسف بقى شاد 20 درهم ولي في اليد، أول فلوس حلال ديالو في عمره 20 درهم، 20 سنة، 24 سنة، 20 درهم، لكن بكى عليها بحال 20 مليون. 20 درهم ولكن فيها العرق، فيها الكرامة، فيها أنا ماشي فاشل. داز الأسبوع الأول كل صباح كيصارع مع فراشو كيقول ليه نعس والقهوة خير، المحل غادي يسدو بوحدو. ويوسف كيجاوبو لا بابا، لا بابا عطاني في اخر فرصة، الا نعست اليوم عمري ما غادي نوقف. مرات مشى للقهوة، صحابو عيطوا ليه اجي يوسف، البلاصة خاوية. وقف حدا الباب ديال القهوة، شاف صحابو ضاحكين، شاف المحل ديالو خاوي، سد عينيه وتفكر وجه باباه. ملي عطاه المفاتيح ودار ورجع للمحل يجري، وهو كيجري كان كيبكي، ماشي حيت خسر القهوة، حيت ربح راسو. في اخر الشهر يوسف جمع الفلوس اللي باع، حسبهم 1800 درهم ربح صافي. 1800 درهم ماشي بزاف، ولكن باباه ملي شافو معنقو بكى بحال شي دري صغير، وقال لي ولدي هادو ماشي 1800 درهم، هادو 3 سنين ضاعوا رجعوا ليا. يوسف في ديك اللحظة فهم سر واحد، الفلوس ما كتردش الوقت، ولكن الكرامة إلا رجعات الوقت كيولي عنده قيمة. ايوا القصة مسالاتش هنا، حيت الشيطان ديال غدا نرتاح مازال عايش في يوسف. يوسف بدا كيربح، المحل عامر الزبناء كيتعارفوا عليه، بابا ولا كيمشيو فخور وكيقول للناس ولدي مول الحانوت. ويوسف ولاو عنده الفلوس في جيبو اول مرة في عمره. وهنا الشيطان ديال غدا نرتاح رجع، ولكن هاد المرة لابس حوايج زوينة. جا ليه وقال يوسف راك خدمتي مزيان، تستاهل ترتاح، سد المحل نهار واحد، سير البحر، سير القهوة، الدنيا ما طارت. يوسف يوسف صدقو، سد المحل ومشى للقهوة. الساعة الأولى ضحك، الساعة الثانية نسى المحل. من رجع للدار مع العشية لقى باباه واقف حدا المحل مسدود، ما هدرش، غير شاف فيه نظرة وحدة، نظرة ديال رجعتي كيف كنتي. يوسف ديك النظرة تقطع قلبه،
نهار سد المحل، داك النهار يوسف ولا كيسد نهار بجوج ثلاثة، الزبانة مشاو، الربح دخل المحل، الغبرة رجعات، الريح دخل المحل، الغبرة رجعات، باباه ما بقاش كيهضر معاه، امو كتجيب ليه الماكلة وساكسة، الفلوس اللي جمعوه في الشهر الاول كملوا على القهوة والضحك. يوسف جلس مورا الكونطوار بوحدو، المحل خاوي، شد راسو بيديه وقال: علاش درتي يا يوسف؟ غير نهار واحد، غير نهار واحد ضيعتي 3 سنين اللي صبرتي عليهم. هذه هي اقصى سرقة، ماشي ملي كتسرق عمرك، اقصى سرقة هي ملي كتسرق الفرصة التانية اللي عطاها لك ربي. يوسف وصل للقاع، 25 عام، بلا خدمة، بلا كرامة، بلا فلوس، نهار كامل جالس في المحل مسدود كيشوف في السقف، صحاب طلعو يعيطوا ليه، يتعاقوا بيه، باباه ولا كيخرج للخدمة ولا كيهضر معاه. وفي ليلة باردة الضو تقطع، يوسف شعل وقيدة صغيرة وجلس في الظلام وسمع صوت في قلبه، ماشي صوت الشيطان هاد المرة، صوت باباه ملي قال ليه: ودي الوقت اللي مشى. يوسف بكى، لكن هاد المرة البكا ديالو كان مختلف، بكى ديال واحد فهم باللي إلا ما ناضش دابا غادي يموت واقف. في داك الليل يوسف دار عهد مع راسو، عهد بالدم، قال: يا نموت واقف يا نعيش راجل، لكن عمري ما رجع للقهوة. يوسف فاق مع الفجر، ماشي حيت عيطوا ليه، فاق بوحدو، اول مره في 7 سنين يفيق قبل من الشمس. مشى الحمام، غسل وجهو بالماء البارد وشاف في المرايه، ما شافش يوسف ديال القهوه، شاف راجل عينيه عامرين النار. يوسف فاق الفجر، لبس حوايجو، حل المحل مع 6 ديال الصباح. المحل كان بارد خاوي، الريحه ديال الغبره اللي كان يوسف بدا كينقي وكيمسح كيرتب، هو كينقي كان كيهضر مع راسو: كل غبره كتمسحها هي نهار ضيعتي، كل حاجه كترتبها هي حلم رجعتيه للحياه. من داك النهار يوسف ولا عنده قانون واحد: الباب محملو قبل الشمس ما تطلع. صحابو ملي شافوه فاق بكري بداو كيعيطولي: اجي يوسف، القهوة ناقصة بلا بيك، غير ساعة وصافي. يوسف كيجيهم من ورا الكونطوار وهو خدام: خوتي القهوة ديالكم باردة، ولكن كرامتي الا بردات عمري ما غادي تسخن. مرة واحدة السيد كبير دخل المحل، شاف يوسف خدام وعيان، قال ليه: ولدي علاش كتعذب راسك؟ هكذا سير ارتاح. يوسف ضحك وقال لي: عمي 7 سنين وانا مرتاح، دابا بغيت نتعذب شويه حيت هاد العذاب ديال الرجال كيجيب الفلوس الحلال. بابا كل صباح كيدوز حتى المحل كيشوف يوسف خدام ما كيهضرش، لكن النظره ديالو تبدلات من مسكين ولدي ضاع ولا هذا ولدي. نهار الجمعة بابا دخل المحل، شرا قهوة وحليب، خلص وحط فلوس وقال بصوت منخفض: الله يعاونك ولدي. 3 كلمات وصافي، لكن يوسف دموعه طاحوا على 1800 الدرهم اللي ربح. فهم بلي الراجل الحقيقي ماشي اللي ما كيطيحش، الراجل هو اللي إلا طاح كينوض بوحدو بلا ما يعيط لشي حد. يوسف اكتشف سر خطير: العادة كتقتل. العادة 7 سنين وهو متعود ينعس العشرة، متعود القهوة، متعود غدا. باش يمسح 7 سنين خاصو 70 يوم ديال العذاب. كل نهار كيصبر، كل نهار كيقول راسو: غير نهار واحد، الا صبرتي اليوم غدا غادي تولي سهل. وبالفعل الاسبوع الاول كان جهنم، الاسبوع الثاني ولا عادي، الشهر الثالث يوسف ولا كيفيق بوحدو بلا منبه. حيت الجسم ديالو عاق بلي الراحة الحقيقية ماشي في الناس، الراحة الحقيقية هي ملي كتشوف راسك في المراية وكتقول: انا راجل. سؤال لصحاب العزيمة: شحال من يوم صبرتي على هاد العادة الخايبة باش تبدلها؟ داز عام كامل، 365 نهار، يوسف ما سدش المحل ولا نهار، حتى نهار العيد الكبير الناس كلها مسدودة وهو حل. القهواجي عيط ليه: يوسف العيد اليوم، سير فرح مع ولادك. يوسف جاوبوه وهو كيرتب السلعة: عمي انا ولادي هما هاد السلعة، لا فرحت بيهم دابا غادي يفرحوا بيا النهار كامل. السنة اللي دازت يوسف ولا عنده 3 ديال العمال، المحل صغير ولا حانوت كبير، الزبناء من جميع البلايص كيجيو. باباه ولا كيجلس حداه في العشية كيشرب اتاي وكيقول للناس: هذا ولدي، ماشي غير ولدي، هذا صاحبي.
أحسن إحساس في الدنيا ماشي ملي كتولي غني، أحسن إحساس ملي يفتخروا بابا كيقول عليك صاحبي قدام دوك الناس. نهار الجمعة، نهار الجمعة وقف حداه بابا. يوسف سد المحل بكري ولبس قميجة نقية ومشى للقهوة اللي ضيع فيها 7 سنين. دخل، الكل سكت، صحابو القدام شافوه، واحد فيهم ناض وقال بصوت عالي: اجي يوسف، البلاصة ديالك خاوية. يوسف مشى جلس وطلب قهيوة. من بعد شوية قال لهم بصوت هادئ: ولاد القهوة، أنا جيت اليوم ماشي باش نشرب قهيوة، جيت باش نقول لكم شكرا، شكرا حيت خليتوني نعرف قيمة الوقت. 7 سنين وأنا كنتخلص بالضحك، ودابا كنتخلص بالفلوس وبالكرامة. وقف خلص القهيوة ديالو وخرج، ومبقاش جلس حيت القهوة بردات، القلب ديالو سخون بالخدمة. يوسف ولاو عندو 30 عام، دابا مزوج، عندو وليد سميتو على سميت باباه. نهار عرسو باباه وقف وهدر، قال: جملة وحدة: ولدي ضاع 7 سنين، كان في 6 شهور حيت الراجل اللي بغا كيديرها. ويوسف قبل ما يسدد القصة بغا يقول لكم حاجة وحدة، سمعوا مزيان: إلا كنتي دابا في عمر 18 ولا 20 ولا حتى 40 ومازال كتقول غدا غادي نبدا، سمعني، الغد ما كيجيش. اذا ضيعتي 7 سنين ولكن رجعت في عام واحد، انت شحال غادي تضيع وشحال غادي تحتاج باش ترجع؟ القرار عندك، يا تبقى يوسف ديال القهوة يا تولي يوسف ديال الرجال. سدوا عينيكم. يوسف ملي ولا غني قال جملة وحدة: لو تعطيني 100 مليون درهم ويرجعوا لي 7 سنين ديالي نعطيكم بلا ما نفكر. خوتي سمعوا، الفلوس إلا مشات كترجع، الصحة إلا مشات كترجع شوية، الكرامة إلا مشات صعيب ترجع، لكن الوقت إلا مشى سلم عليه عمره ما يرجع. كل دقيقة كتضيعها في التليفون بلا فايدة هي دقيقة ناقصة من عمرك، ماشي من عمرك، تليفون من عمرك انت. يوسف كان عنده قبر في قلبه سميتو مقبرة الغد، مدفونين فيها المشاريع ديالو، الأحلام ديالو، الرجولة ديالو، كلهم ماتوا بكلمة وحدة: غدا. سمعوا هاد القاعدة الذهبية: إلا بغيتي تعرف إلا غدا تنجح ولا لا، شوف كيفاش تهضر مع راسك. إلا كتقول غدا راك ميت، إلا كتقول دابا راك حي. وما كاينش غدا، كاين غير هاد الثانية والثانية الجاية. بزاف ديالكم خايفين يطيحوا بحال يوسف، خايفين يوصلوا للقاع، ولكن سمعوا، يوسف ما ناض حتى وصل للقاع، حيت من القاع ما بقاش فيه يطيح، بقى فيه غير الطريق وحده الفوق. الا كنتي دابا في القاع فرح، حيت هادي احسن بلاصه غادي تبدا. ما عندك ما تخسر، عندك غير راسك تربحه. الطيحه ماشي عيب، العيب هو تبقى راقد في الطيحه وتقول الدنيا قاصحه عليا. يوسف اكتشف قانون: 70 يوم كافي باش تمسح 7 سنين ديال العفن. كيفاش كل نهار كتصبر على عادة خايبة كتمسح شهر من حياتك الضيعة؟ أنا نعطيكم تحدي دابا، سميتو تحدي يوسف. 70 يوم، 70 يوم بلا قهوة بزاف، 70 يوم فيق مع الفجر، 70 يوم خدم على راسك ساعة وحدة. من بعد 70 يوم غادي ترجع تشوف هاد الفيديو، غادي تبكي ماشي على الوقت اللي ضاع، غادي تبكي على الوقت اللي رجعتيه. العبرة من هاد الشي: 7 سنين ضاعوا من عمر يوسف. باش ناخدو العبرة حنا في نص ساعة. كنتمنى اي واحد سمع لهاد القصة ما يضيعش الوقت ديالو، ما يضيعش الوقت ديالو في التفاهة، وما يمشيش ورا قهاوي والديعان والزناقي. انسان يشوف المصلحة ديالو هي الاولى، هي الاساس.